دجاج رهيب يخبل بالفحم على الشعلة مالت الفرن الفوق بالشواية. أنا خليت عليها فحم، شوف شلون ذايبة باعوها، تخبل كلش طيبة بصلصة رهيبة سويتها. مع شلون مستوية. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير يا رب. إن شاء الله صحة وسلامة للجميع متابعيني حبايبي. أتمنى إن شاء الله الفيديو اليوم راح يعجبكم، واللي ما اشترك بالقناة يشترك، فعلوا لنا الجرس، لايكاتكم إن شاء الله الحلوة حتى يوصل الفيديو لأكثر عدد من المشاهدات والمتابعين. اليوم طبعا عندنا هاي دجاجة، هاي كيلو وين أنا جبتها. أنا راح أشويها على على الشواية مالت الطباخ بالسوباية. طبعا أنا أول ما راح أبدي بيها راح أبدي أنظف الأجزاء مالتها هالشكل، أطلع هذا الزفرة مالتها، أطلع الشغلات الزايدة اللي سبب لنا الزفرة. طبعا انتو إذا تجيبون دجاجة أصغر عادي مو مشكلة. هسه هاي قطعناها، أنا حقصها من الظهر أسويها مثل الفراشة. تتبيلتها كلش بسيطة طبعا. هاي قصيتها هالشكل. طبعا حنشفها كل زين. أنا طبعا هاي غاسلتها ومنقعتها بليمون وخل وشكر وملح وطحين، نظفتها تنظيفة زينة هالشكل. هاي تكون فتحتها هيجي من الظهر هالشكل هيجي. هاي هسه احنا ايش راح نسوي؟ حنجيب عندنا هذا حتى نتبل الدجاجة. عندي هذا هنا العفو طماطة وبصل. طبعا نصلي على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعندي هنا التوابل اللي راح أتبلها: فلفل أسود، سكر ملعقة فلفل أسود كوب، ملعقتين ملح أكل، لأن هي كبيرة الدجاجة. حنضيفها على هنا، ونضيف عصرة ليمون. طبعا هذا الجلوز كبير طلع علي من جبته، بس يلا المهم نكمل لنا الشغلة. هاي نعصر الليمون، هالشكل أدعكهم طبعا هالشكل، وأتبل بيهم الدجاجة. هاي الدجاجة من أكملها، شوفوا هذه التتبيلة هالشكل، أدعكها زين حتى هاي الصلصة تشبع بيها الدجاجة. أحاول إنه أشققها هالشكل حتى تتداخل الصلصة العفو هاي التتبيلة هالشكل، ثقوب بسيطة هسه هنا نقلبها، نضيف عليها هاي التتبيلة، تبلها زين حتى تمص هذا العصير مال الليمون.
هاي هالشكل هسه احنا تبلناها الدجاجة طبعا. هاي هيجي تبلناها الدجاجة. أنا هنا عندي كيس طبعا راح أضيف الدجاجة بيه. وأضيف التتبيلة، أضيف التتبيلة عليه. حتى تتشبع الدجاجة من هاي التتبيلة. وحضيف لهم هذا الليمون اللي بقى عندي، وحضيف لهم ورق غار. ورق الغار طبعا جربوه شوفوا شلون راح يوخر حتى الزفارة اللي بيها. هالشكل هاي دجاجة هالشكل. ونخليها بالثلاجة هالشكل، نخليها بالثلاجة ليلة كاملة. لازم يعني تبقى ليلة كاملة حتى تتبل الدجاجة عندنا هالشكل. احنا راح نبقيها ان شاء الله ليلة كاملة، وشوف الطريقة من راح نشويها. خليكم ويانا. واللي ما اشترك بالقناة يشترك. وان شاء الله حتى توصلكم كل فيديوهاتي. لا تنسونا باللايك والشير. طبعا هاي الدجاجة اللي انا نقعتها من البارحة، اليوم راح نشويها بهاي الشواية. راح اخليها جوا العين مال الفرن، بس على الشواية ما اخليها جوا. اشويها وراح اسوي وياها هذا بشاميل. انا سويت هذا بشاميل. ان شاء الله نكمل ونرجع لكم. بس الدجاجة مالتنا كملت جهزت. انا راح اسويها ادهنها بالصلصة. هاي الصلصة عبارة عن خليت زيت، ليمون، ودبس، وملح. هاي يعني بديل الصويا صوص. راح ادهن الدجاجة بيها. شوفوا شلونها مقسبة مقرمشة، وشويت وياها بصل وطماطة. حدهنها. خليت فحم وراح اغطيها حتى تصير مثل المشوية على الفحم. هاي الدجاجة مالتنا كملت. طبعا شوي بالبيت ونضيفه على ايدينا. شوفوا شلون شكلها. أنا زينتها بالبقدونس وهاي شوية طماطة وياها وبصل. طبعا راح اثبت لكم شلون مستوية هي من ناية. هاخذ هاي بقى شلون مستوية ما شاء الله، حتى تعرفون شلون مستوية. باعوا اللحم دايب ذوبان. أتمنى الطريقة عجبتكم، نالت رضاكم. جربوها وشوفوها كلش طيبة. هذا بالشواية مالت الفرن، بس الشعلة الفوق. شوفكم على خير في فيديو جديد. لا تنسونا باللايك والشير ودعم القناة. أنا شيف سحر، مع السلامة.